بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه حبايبي؟ يلا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ الفيديو الجميل ده مع بعض النهاردة. وهو ان احنا النهاردة بقى عملنا طريقة جميلة جدا واكلة سهلة وبسيطة جدا، وما بتاخدش 5 دقايق. لو مستعجلة اسمها ايه؟ اسمها اكلة المستعجلين. تعملها في 5 دقايق ومش هتحسي بيها. لو اول مرة تشوفي قناتي ياريت تشرفيني وتنوريني وتحطي لي اللايك وتحطي لي اشتراك وتكتبي لي كومنت جميل زي كده وتقولي لي بتشاهديني من اي بلد. يلا بينا نشوف عملنا العظمه الجميله السهله قوي ديت. طريقه سهله جدا وبسيطه جدا وهتحبيها، وفي 5 دقايق هتعمليها، مش هتاخد منك وقت وطعمها تحفه. انا بحبها جدا، بعشق الاكله ديت وسهله وبسيطه خالص. يلا بينا يلا بينا. طبعا انا بحب كومنتاتكم قوي وبحب القناة جدا جدا، وعايزاكم تقفوا جنبي علشان القناة تكبر بكم بإذن الله. عايزاكم تشجعوني كده وتحطوا لي لايك وتحطوا لي اشتراك عشان قناتنا تكبر. وبحب الكومنتات بتاعتكم قوي وانتوا بتكتبوها لي، بتشجعني كده ان انا اعمل لكم فيديوهات. يلا بينا نشوف ايه المكونات بتاعتنا. اول حاجة بقى ايه؟ جبت حبيتين من الطماطم كده كويسين كده، غسلتهم وحطيتهم على البلانشة بتاعتنا الصغيرة ديت. البلانشة دي اللي كانت جاية لي معايا في شنطة السكاكين. عندي الكبيرة بس بحب دي، مش بحب الكبيرة زي دي. خلاص خدناهم كده قطعناهم مكعبات كده زي السلطة وحطيتهم في صينية وحطيتهم على النار. في 5 دقايق هتعمليها وانت واقفة في المطبخ. لو بتغسلي شوية مواعين هتعمليها جنب منك. حطيت عليهم شوية زيت كده من الإزازة. أنا معيرتش بس ايه، بمقدار مثلا معلقتين 3 كده، وهتقلبيهم في بعض. هتحطي الاول بقى التوابل بتاعتنا مع الملح كده على قد الكمية اللي انت هتعمليها. لو هتعملي اكتر ما انا عملت، مثلا 5 بيضات 6 بيضات، اعملي 4 طماطم، اعملي 5، وحطي بقى ايه الملح على قد ما انت ايه هتعملي. هنقلب بقى الطماطم في الملح في الزيت في بعضها كده علشان تستوي معانا، ونغطي عليها ونسيبها بقى ايه تستوي. طبعا في ناس بتحب تحط لها فلفل وبتحب تحط لها بصل، دي اسمها شكشوكة. بس انا مش بحبها لا بالفلفل ولا بالبصل، انا بحبها بالطماطم والبيض بس. طعمها خرافة. جبت بقى 3 بيضات من بتوع الفراخ البلدي، وهناخدهم مع بعض كده ون ايه ونكسرهم كده على الطماطم بتاعتنا بعد ما استوت. هتلاقيها بقى الطماطم، شوفي بقى غطي عليها وعلى نار هادية هتطلع معاكي بالجمال والحلاوة دي. شفت الطماطم استوت وبقت تحفة في دقيقتين، كانت استوت بالنظام ده. بس اهم حاجة تغطي عليها وتهدي عليها النار عشان ما تتحرقش منك. هنجيب البيض بتاعنا بقى كده ونكسره على الطماطم بتاعتنا والزيت والملح والبهارات. حاجة كده فخر من الاخر، طعمها جميل. جربها وهتدعيلي. عملنا ال3 بيضات عليها اهيت. حابه انت تعمليها كتير زي ما قلتلك اكتر من كده اعمليها. هنغطي عليها برضو كده ونسيبها البيض ايه ياخد وضعه كده ويبان بقى ان هو بيض. وبعدين نقلبها زي ما كنا بنقلبها كده في اول الفيديو. هتلاقيها اتقلبت في بعضها وطلعت بالجمال والحلاوه ديت. بقى تكسري البيض ده كده، لو حابه تسيبيه سليم سيبيه، بس لازم تكسريه علشان خاطر ايه؟ الطماطم تخش ببعضها. ولو انت حابه تسيبيه عيون كده سيبيه. وكانت الاكله بتاعتنا الجميله خلصت في 5 دقايق. كانت خلصت معانا وكانت سهله وطعمها تحفه. انا بدوق اهوت واقول لكم تعالوا كلوا معايا، كانت طعمها جميل جدا. يا رب الفيديو يعجبكم وتكونوا بتستفادوا من اللي انا بعمله وتكونوا بتجربوا الاكلات اللي انا بعملها. واللي يجرب اكله يقول لي عليها حلوه ولا وحشه، وانا مش بزعل. اللي يعمل حاجة وتنفع معاه يقول لي، واللي يعمل حاجة وتبوظ يقول لي، ويقولوا لي طعمها بيبقى ايه، وانا مش هزعل. هحاول اصحح من نفسي واطور من نفسي عشان ايه؟ ان انا اعجبكم. يا رب الفيديو بتاعي يكون بيعجبكم، يكون الحاجات اللي انا بعملها بتعجبكم. وباذن الله اشوفكم فيديو جديد يا احلى متابعين في الدنيا. باي باي.